اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني الاعدادي. اولى حلقتنا النهارده في شرح منهج اللغه الانجليزيه الجديد نيو هالو، واللي بيتكون من 6 يونتس 6 وحدات، وكل وحده بتتكون من 6 ليسونز 6 دروس. لذلك هتكون خطه الشرح لاي وحده عباره عن 3 اجزاء معانا ان شاء الله. الجزء الاول هيكون ليسونز 1 و 2، الجزء الثاني ليسونز 3 و 4، والجزء الثالث والاخير هيكون ليسونز 5 و 6. هنبدأ مع بعض شرح الجزء الأول من الوحدة الأولى اللي هي بعنوان coming home. الوحدة كلها اسمها coming home، يعني العودة إلى المنزل. طبعا هنتناول في الجزء ده مع بعض الريدنج والفوكابيولاري والاكسبريشنز واللانجوج نوتس، والجزء اللي بعد كده هنشرح فيه الجرامر بإذن الله. يلا بينا نبدأ شرح الجزء الأول بعد الفاصل. الدنيا ماشية سبهللة ولخبطيطة وهرجالة، 1100 مليون سؤال ومين يحل المسألة؟ مستر فاهم هيفهمنا ويعلمنا، مستر فاهم هيفهمنا ويعلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. أنا أحمد جوهر من قناة مستر فاهم. ما تنساش إن شاء الله لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير لأصدقائك علشان الكل يستفيد، ولو حضرتك متابع جديد على القناة اضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو باللون الأحمر وفعل الجرس علشان يجيلك إشعار مني بأي فيديو جديد. يلا بينا نبدأ. هنبدأ مع بعض إن شاء الله جزء الفوكابيولاري علشان يسهل عليك الجزء الخاص بالريدنج القراءة. هقول الكلمة مرتين وحضرتك لازم تردد ورايا علشان تنطق بشكل صح. activities 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 hobbies 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 interests 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 free time free time free time daily 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 routine 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 breakfast 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 lunch 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 dinner 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 country 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 home 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 hospital 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 flat 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 block of flats block of flats block of flats holiday 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 weekend 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 sports 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 music 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 sofa 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 bakers 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 bread 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 life 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 skills 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 everyone 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 right 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 interview 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 وساعات بننطقها interview interview blog 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 exercise 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 وساعات بتكون exercise 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 friends 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 parents 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 cousin 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 person 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 people people people
important important important. وساعات بتتنطق important important important. fun fun fun. school school school. favorite favorite favorite. subject subject subject. وساعات بننطقها subject subject subject. way way way. chess chess chess. sleep sleep sleep. الجزء ده بقى مهم جدا، خاص بتصريفات الافعال اللي هي الافعال المنتظمه والافعال الغير منتظمه، اللي هم بنحولهم او اللي هي بنحولها للتصريف الثاني اللي هو الماضي البسيط. عندنا الافعال المنتظمه regular verbs و irregular verbs الافعال الغير منتظمه. هنبدا اول حاجه regular verbs الافعال المنتظمه. اول فعل معانا work ولما بنيجي نحوله للتصريف الثاني او الماضي البسيط بنضيف له في نهايته ed، بيكون معانا work. هنحس هنا ان الدي بتتنطق شويه تي، يعني work. الفعل الثاني مع بعض بقى بسرعه كده cook هنحولها هتبقى cooked. gas هنضيف لها ed هتبقى guessed. listen listened. play نحط لها ed هتبقى played. help text texted. talk. طبعا عندنا هنا ال silent يعني تكتب ولا تنطق، عشان كده بقول talked. حطينا لها ed في الاخر. learned. preferred. study. studied أو studied. lived. بعد كده الأفعال اللي هي irregular verbs أفعال غير منتظمة، مش بضيف لها في النهاية لا دي ولا ed ولا ed، ولكن تحفظ كما هي، يعني بتتحفظ على شكلها كده بالظبط. أول فعل فيها have had leave left read read. sit sat. buy bought. take took. taken. think thought. spent make made. come came. get up good up. هننتقل على الجزء اللي بعده اللي هو الخاص بالopposites يعني الكلمة وعكسها. more عكسها less late وعكسها early always وعكسها never come وعكسها طبعا leave the same عكسها different
different. الكلمة اللي بعدها before. before before عكسها after. after after best. best best عكسها worst. worst worst correct. correct correct عكسها incorrect. incorrect 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 incorrect. هنا بقى ده الجزء الخاص باللانجوج نوتس، هنشوفهم مع بعضينا. يعني عندنا مثلا كلمة have هنا معناها يتناول، وبتيجي بالمعنى التاني او تحتها have هنا معناها ايه؟ have breakfast، have lunch، have dinner. have tea هنا معناها يتناول الشاي. have coffee يعني بيتناول القهوة. رقم 3 make يجي بعدها breakfast او lunch او dinner، معناها برضو ان هو ايه؟ يعد او يحضر. طبعا خدنا قبل كده text يعني يرسل لمين؟ للأصدقاء، يعني text friends. بعدها play يعني يلعب، هقول play football أو play chess أو play sports، بيلعب كرة قدم أو شطرنج أو رياضة. do homework أو do exercise. طيب watch يعني يشاهد، watch TV يشاهد التلفزيون. get home يعني يصل للمنزل، أو ممكن أقول come home from school يعني إيه؟ يحضر للمنزل من المدرسة، بيجي للمنزل من المدرسة. هنا read on the sofa يعني بيقرأ على الكنبة. sit on the sofa يجلس على الكنبة. on her way to school يعني في طريقها للمدرسة. on her way her عايد عليها هي، يبقى her way طريقها to school للمدرسة. on the right على اليمين. بعدها on holiday طبعا عندنا كلمة on حرف جر بتيجي قبل أيام الأسبوع أو قبل كلمة holiday، يعني on holiday في الأجازة. بعد كده spend time on يعني عندنا spend time on بيقضي الوقت فيه، بيجي بعدها فعل فيه ing، يعني لما أقول spend time on playing يعني بيقضي الوقت بتاعه في اللعب. بعدها listen to music يستمع إلى الموسيقى. go to bed يعني يذهب للنوم للسرير يعني. help to make dinner يعني يساعد في تحضير العشاء. بعد كده يا ريت ما تملش وما تزهقش. get to work يعني يصل إلى العمل. in the morning في الصباح. in the afternoon يعني في المساء ولكن بيبقى بعد الظهر يعني. in the evening دي بقى في المساء يعني من المغرب وطالع. at وهنا عندنا حرف الجر at بيجي قبل الساعة، يعني أقول at 6:30 يعني الساعة 6:30. at the weekend في نهاية الأسبوع. work at the hospital يعني يعمل في المستشفى. at break يعني في الراحة بتاعته أو في الفسحة زي ما احنا ما بنقول في المدرسة. take the bus وهنا مش معناها ياخد الأتوبيس، لا معناها إن هو يعني يركب الأتوبيس. باي باص يعني بالأتوبيس، يعني I go to school by bus أنا أذهب للمدرسة بالأتوبيس. live with my family يعني أعيش مع عائلتي.
live in city أو country. يعني عندنا هنا live in بيجي بعديها مدينة أو بلد، country أو دولة. live at بعد at بقى هيجي address، عنوان أو شارع. عنوان أو شارع، يعني مثلا أقول live at رمسيس street، يعني إيه؟ يعيش في شارع رمسيس. good for you God for you يعني الموضوع ده God for you جيد ليك انت، مناسب ليك، كويس ليك. that's why هنا معناها لذلك، زي so كده. that's why. نبدأ lesson 1، وهنا عبارة عن تنشيط بيقول لك research يعني ابحث، و choose a country اختار دولة. what time do students come home from school in that country يعني ايه الوقت اللي الطلبة بيرجعوا للمنزل من المدرسة في هذه الدول. فين الدول دي؟ هتلاقيها طبعا موجودة في الكتاب المدرسي لما حضرتك تستلمه، بتلاقي بعض الدول، فانت بتختار دولة. احنا هنا اخترنا Egypt، بترجع at 2 p.m. يعني مصر، بنرجع من المدرسة حوالي الساعة 2 بعد الظهر. 2 هنا which activities do you often or never do يعني ايه؟ اي الانشطة اللي انا هديها لك دي انت غالبا بتعملها او ما بتعملهاش ابدا. يبقى هنا كلمة often معناها غالبا انت بتعملها، never do يعني ما بتعملهاش خالص. هنبدأ برقم 1 have lunch at school يعني يتناول الغداء في المدرسة. طبعا حضرتك لو بتتناول الغداء في المدرسة هتقول I often have lunch at school. لو مش بتتناول أبدا الغداء في المدرسة هتقول I never have lunch at school. أنا هنا حلل لك الجملة رقم 1 اللي هي have lunch at school، ولكن سيب لك 2 و3 و4 و5 و6 تحلهم مع نفسك في البيت، ولما تحلهم تسيبهم في التعليقات وأنا هبص عليهم. ولكن هنقرأ مع بعضينا رقم 2 listen to music يعني يستمع إلى الموسيقى. هوضح لك الموضوع تاني. لو أنت listen to music هتقول I often listen to music. لو مش بتسمع الموسيقى خالص هتقول I never listen to music. 3 help to make dinner يعني بتساعد في إعداد العشاء. لو انت بتساعد في اعداد العشاء هتقول I often help to make dinner. لو مش بتساعد في اعداد العشاء هتقول I never help to make dinner. 4 play sports يعني تلعب رياضة ايا كانت بقى، كرة قدم، باسكت بول، تنس. play sports. لو بتلعب play sports هتقول I often play sports. لو مش بتلعب خالص هتقول I never play sports. 5 ودي الجديدة text friends هنا معناها انك انت بترسل رسالة نصية عن طريق التليفون بتاعك او عن طريق السوشيال ميديا اللي هو الفيسبوك او اي من مواقع التواصل الاجتماعي لأصدقائك. يبقى text friends يرسل رسالة نصية. لو انت بتعمل text friends هتقول I often text friends. لو مش بتعمل خالص ومعكش تليفون هتقول I never text friends. رقم 6 read on the sofa وهنا كلمة صوفة معناها الكنبة أو الأريكة باللغة العربية. يعني لو أنت بتقرأ على الكنبة هتقول I often read on the sofa. لو مش بتقرأ خالص على الكنبة هتقول I never read on the sofa. ندخل على الجزء الثاني إن شاء الله. رقم 2 القراءة، وهنا هيكون عندنا الجزء الثاني البطلة بتاعتنا أو الكاركتر اللي هنستخدمها اللي هي مريم. يبقى عندنا الكاركتر مريم بتقول إيه؟ I am Mariam. My daily routine is the same every school day. يعني أنا مريم والنظام اليومي بتاعي هو نفس النظام اللي أنا بعمله كل يوم، نظام اليوم المدرسي بتاعي مش بغير فيه أي حاجة. بتقول إيه بقى في الأول؟ I always get up at 6:30 in the morning. يعني أنا دايما بستيقظ الساعة 6:30 صباحا. يبقى أول حاجة مريم بتعملها I always get up at 6:30 in the morning. رقم 2 my mom always makes my breakfast. يعني أمي دايما بتعمل الإفطار أو أمي دايما هي اللي بتحضر الإفطار. رقم 3 مريم بتعملها بتقول I go to school by bus with my friend Dina.
أنا أذهب إلى المدرسة بالأتوبيس مع صديقتي دينا. I go to school by bus with my friend دينا. دي مين اللي بتعمل الحاجات دي كلها؟ مريم. هتقول ايه تاني مريم؟ بتقول sometimes. sometimes هنا معناها أحيانا. we listen to music، يعني احنا أحيانا نستمع إلى الموسيقى. sometimes we listen to music. نركز مع بعضنا كده عشان في بعض الفوكابيولاري هناخدها من الموضوع ده، يعني زي always، زي often، زي sometimes. my parents يعني الوالدي أو أبويا وأمي، يعني my parents والدي work at the hospital، يعني بيشتغلوا في المستشفى. يبقى عندها والديها بيشتغلوا فين؟ في المستشفى. they get home late so I often help to make dinner، يعني هما بيصلوا للمنزل متأخرين، لذلك so I often أنا غالبا أساعد في إعداد العشاء. نكمل موضوع reading. بتقول in the evening في المساء I do my homework يعني أنا أعمل واجبي، يعني أنا بعمل إيه؟ الواجب بتاعي. وبتعمل إيه تاني كمان؟ لأنه هو هنا عامل كوما. بتقول read on the sofa يعني في المساء أنا أعمل واجبي وبقرأ على الكنبة، زي ما انتوا شايفين في الصورة اللي قدامكم دي. بتعمل الواجب I do my homework، read on the sofa، وكمان watch TV and text my friends يعني بتتفرج على التلفزيون، تشاهد التلفزيون، وبتعمل إرسال رسائل نصية لأصدقائها، يعني بتبعت رسائل لأصدقائها. يبقى مريم في المساء I do my homework، read on the sofa، watch TV and text my friends. then يعني بعد كده I go to bed، في الآخر هي بتذهب إلى السرير. I go to bed بتذهب للنوم. ده موضوع الريدنج الخاص بمريم اللي بتتكلم فيه عن الديلي روتين أو your daily her daily routine. تتكلم عن النظام اليومي بتاعها الخاص بها بتاع المدرسة العادي. read about مريم يعني بيقول لك اقرأ عن مريم. how does she get to school يعني بيقول لك ازاي هي بتصل الى المدرسة. طبعا احنا اتكلمنا ان هي بتروح باي باص بالاتوبيس، يبقى how does she get to school؟ يبقى she gets to school by bus. مريم doesn't get up at 7 a.m. she gets up at 6:30. مريم ما بتقومش من النوم مش بتستيقظ الساعة 7، لكن هي بتستيقظ الساعة كام؟ 6:30 صباحا. مريم doesn't make breakfast her mom always makes it يعني مريم ما بتعملش الفطار أبدا، أو هي لا تساعد في إعداد الفطار. her mom always makes it مامتها هي اللي دايما بتعمل إيه؟ بتعد الإفطار. her parents don't work at school they work at a hospital يعني والديها لا يعملون في المدرسة، هم يعملون في المستشفى. they don't get home early يعني هم لا يذهبون للمنزل مبكرا. they get home late يعني ما بيرجعوش للمنزل مبكرا، ولكن هم بيرجعوا متأخرين. يقول لك هنا answer the questions يعني ايه؟ جاوب على الأسئلة اللي جاية دي. رقم 1 does Mariam listen to music on the bus؟ هل مريم بتستمع إلى الموسيقى في الأتوبيس؟ yes she does يعني هي تستمع إلى الموسيقى. do her parents make the dinner؟ هل والديها بيعدوا العشاء؟ no they don't يعني هم مش بيعدوا العشاء أو مش بيحضروا العشاء. does Mariam text her friends before she goes to
bed، يعني معناها هنا هل مريم بترسل رسائل نصية لأصدقائها قبل ما تذهب للسرير؟ جاوب السؤال ده مع نفسك. Does Mariam do the same every day؟ هل مريم بتعمل نفس الشيء كل يوم؟ لازم انت برضو اللي تجاوب على السؤال ده علشان اعرف انت فهمت موضوع الريدنج معايا ولا ما فهمتوش، وسيب لي الاجابة في التعليقات. My best friend's family، يعني صديق العيلة المفضل يعني، او افضل صديق للعيلة. بيقول Hi everyone, today's interview is with my best friend شريفة. يعني ايه النهاردة مقابلة مع مين؟ اهو في حوار مع افضل صديق للعيلة اللي هي اسمها ايه؟ شريفة and her family وعائلتها. Here is a photo of us، يعني هنا موجود صورة لينا مع بعضينا. Here is a photo of us، قاعدين مع بعضيهم اهو على التشيرز على الكراسي وبيتفرجوا على الصور. تقول لها here is a photo of us، هنا في صورة لينا مع بعضينا. شريفة is on the right، شريفة على اليمين. يبقى how many people are in your family؟ تقول لها how many people are in your family، كم عدد الأشخاص اللي موجودة في عائلتك؟ قالت لها there are 5 people، في 5 أشخاص. mom, dad and 2 brothers. mom وداد and 2 brothers وهي، يبقوا 5 أشخاص. يبقى كام؟ there are 5 people. me أنا ومام وداد and 2 brothers. when do you get up؟ when do you get up يعني ايه؟ متى تستيقظون؟ او متى انت تستيقظي؟ تستيقظوا امتى؟ الساعة كام؟ قالت لها I usually get up at 6:30 and help mom make breakfast. انا عادة بستيقظ الساعة 6:30 وبساعد ماما في اعداد الفطار. وماي brothers help too، يعني اخواتي كمان بيساعدوا ايضا. تو هنا معناها ايضا، اللي بتيجي في الناحية دي TOO معناها ايضا. my dad starts work every early، يعني والدي بيبدأ العمل مبكرا جدا. so لذلك he leaves home، بيسيب المنزل او بيترك المنزل before we get up. قبل، before هنا معناها قبل، we ما احنا get up نستيقظ. يبقى my dad starts work very early so he leaves home before we get up. that's why لهذا السبب او لذلك he doesn't have breakfast with us، لذلك هو مش بيتناول الإفطار معنا. he eats هو يأكل when he gets work، يعني هو بيأكل لما هو بيصل إلى العمل. I walk to school، وخلي بالنا هنا من كلمة walk، بيمشي يبقى on foot على الأقدام. I walk to school with my brothers، أنا بروح المدرسة مع إخواتي my brothers. خلينا برضو احنا لسه هنا في موضوع الريدنج. في سؤال جميل قوي بيقول لك do you like to study؟ هنكمله. do you like to study؟ بتسألها بتقول لها هل انت بتحبي انك تذاكري؟ do you like to study؟ قالت لها yes I do my favorite subject is English. يعني مادتي المفضلة هي الإنجليزي. بتسألها كمان سؤال بتقول لها what do you do in the evening؟ ماذا تفعلين في المساء؟ خلينا نفتكر كده هي كانت بتعمل ايه، او نرجع للجزء الاولاني بتاع مريم كانت بتعمل ايه في المساء. هنا بتقول لها I often listen to music، يعني انا غالبا بستمع الى الموسيقى. my dad and I sometimes، انا ووالدي sometimes احيانا play chess، بنلعب شطرنج في الصورة قدامك. my dad and I sometimes أحيانا play chess، يعني بنلعب شطرنج أنا وأبويا أحيانا. my dad and I sometimes play chess، أنا وبابا دايما بنلعب شطرنج. my brothers always watch TV and my mother usually reads، يعني أخواتي دائما بيشاهدوا التلفزيون وماما عادة بتقرأ. هنا بيقول لك read the blog again and answer the questions، يعني اقرأ المدونة دي وبعد كده جاوب على الأسئلة اللي احنا قريناها مع بعض من شوية. who does شريفة live with؟ طالما هو with يبقى عايز يقول لك مع من شريفة تعيش. شريفة بتعيش مع مين؟
يلا نجاوب كده مع بعض. بيبقى بتعيش مع مين؟ مع her parents، مع والديها and two brothers. لأن احنا سألنا سؤال قلنا how many، كم عدد الأشخاص، لأنهم مع بعض 5. هي و her parents and two brothers، والديها و2 إخواتها. سؤال رقم 2 where does شريفة dad eat breakfast؟ يعني أين والد شريفة يتناول الإفطار، وليه هو بيتناول الإفطار في المكان ده؟ طبعا احنا قلنا at work، في العمل، because he leaves home before family get up. يعني هو بيسيب البيت، المنزل، أو بيترك المنزل قبل ما العيلة أساسا بتستيقظ، علشان كده هو بيتناول الإفطار في الورك، في العمل. How do شريفة and her brothers get to school؟ يعني كيف شريفة واخواتها بيصلوا الى ايه؟ المدرسة. بايه؟ on foot، لان احنا قلنا هم بيمشوا على، طالما بيمشي بقى على الاقدام on foot، ولكن مريم كانت بتروح باي باص. سؤال رقم 4 what is شريفة favorite subject؟ ايه هي المادة المفضلة لشريفة؟ طبعا هي فوق my favorite subject is English، يبقى هنقول عليها ايه؟ انجلش. الاجابه دي هخليك انت ايه تجاوبها مع نفسك برضو، وتبقى تسيبها لي في التعليقات. how often does she listen to music؟ كم مره هي بتستمع الى الموسيقى؟ هتقول هي often ولا always، دائما، ولا sometimes بتستمع الى الموسيقى. what do شريفة and her dad do in the evening؟ يعني ماذا شريفة ووالدها بيعملوا في المساء؟ اكيد بيلعبوا مع بعض تشيس، شطرنج. ده الواجب لازم تحله. في نهاية الجزء ده اتمنى ان شاء الله ان انا اكون يعني وصلت الفكرة بشكل بسيط جدا. انا عارف ان الدرس طويل، ولكن والله لو ركزت شوية الانجليش بالنسبة ليك هيبقى حاجة سهلة جدا. اتمنى ان انا يكون الجزء الاول وصل لك بشكل بسيط وسهل، وان شاء الله استنوني في الجزء الثاني. انا احمد جوهر من قناة مستر فاهم. الدنيا ماشية سبهللة ولخبطيطة وهرجالة، 1100